يا صباح السعادة على عيونكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. طبعا كده أول ما الشتا بيهل علينا والجو يبدأ إن هو يسقع، نبقى على طول محتاجين مشروبات دافية تدفينا. علشان كده النهاردة الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم جدا جدا، كله وصفات اقتصادية وسهلة. وعاملة لكم بقى بودرة الهوت شوكليت وبودرة السحلب بمقادير صغيرة علشان أي حد يقدر يجرب ويحكم على الطريقة، وإن شاء الله تعجبه أنا متأكدة. وكمان ما يبقاش خسر مكونات كتير لو ما عجبتوش، مع ان ده مستبعد. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. ومقادير كلها بالربع كوبايه، عايزه اقول لكم خطيره وسهله وسريعه، وطعمها والله ما هتفرقوا على الجهاز. اهم حاجه امشوا على الخطوات، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. ويلا نبدا على طول وصفتنا. اول حاجه انا هعمل بودره السحلب. انا عندي هنا نص كوبايه من دقيق الرز. دقيق الرز متوفر في السوبر ماركت يا بنات، بيتباع كده بالكيلو. لو ما عندكيش دقيق رز، جيبي الرز العادي، اغسليه نشفيه كويس، وبعد كده طحنيه في مطحنه التوابل. وابدا ان انت استخدميه عادي جدا جدا. اهم حاجه يكون ناعم زي البودره، ويكون آم، يكون زي الدقيق، ما يكونش فيه اي حبيبات. تمام. بعد كده هضيف عليه 3 معالق كبار من النشا. انا لما عيرتهم بالكوبايه 4 معالق كبار من النشا، انا لما عيرتهم بالكوبايه كانوا نص كوبايه. هضيف عليه ربع كوبايه من الحليب البودره. ربع كوبايه يا بنات من الحليب البودره. استخدموا نوعيه حليب بودره كويسه، ما تكونش فيها زرنخه، ما تكونش طعمها مش حلو، علشان ده اللي يعني كل حاجه استخدموها طعمها حلو وتكون مش مركونه. يكون جايبينها من حد ثقه، ويكون حاجته مسحوبه. عندي ربع كوبايه من الكريم شانتيه، وربع كوبايه من السكر البودره. والسكر البودره ممكن برضو نطحنه في البيت في مطحنه التوابل، ما فيش اي مشكله. اهم حاجه تطحنيه كويس، خليه بودر. وهحط ربع كوبايه بس، ولو استخدمنا او لو احتاجنا اما نيجي نستخدم سكر نضيف سكر، ما فيش اي مشكله. عندي كيس واحد من الفانيليا. وممكن نضيف بقى ايه، في ناس يعني الناس الشوام او حبايبنا الشوام ممكن يضيفوا رشه قرفة، فممكن تضيفه مفيش مشكلة. أو بعد ما نصب أو لما نيجي نعمله بكرة برضو ممكن نضيف القرفة، مفيش مشكلة. بعد كده بقى تضيفي ربع كوباية من السمسم المحمص، يكون برضو جديد. وربع كوباية من جوز الهند، وتأكدي إن جوز الهند طعمه حلو، دي أهم حاجة، ده بيدي نكهة كويسة جدا جدا. وفي نفس الوقت لو طعمه وحش بيبوظ الوصفة كلها. هضيف كمان رشة ملح صغيرة علشان تظهر كل النكهات لما اجي استخدمها. كده احنا عملنا هو المقدار كويس يعني. ده البرطمان ده كان بتاع مربى، كان فيه كيلو مربى. فهو الأربع كوبايات اللي احنا استخدمناها دي يعني عملت لي 3/4 البرطمان. فانا حسيت ان هي شكلها مش ظريف في التصوير، فابتديت ان انا نقلتها في برطمان اصغر. وبس اتبقى منها شويه في البرطمان ده، فهخليهم هستخدمهم لان انا هعمل لكم المشروب عشان تشوفوه. وهعمل البرطمان ده ليه غطا، وتمام لازم يكون ليه غطا، اي حاجه ليها غطا ومحكمه الغلق. حطي فوقيها مكسرات زي ما انت عايزه، او المكسرات تستخدميها اما تيجي تعملي المشروب. تمام. وطبعا لما تيجي نحفظيه لازم تحفظيه في التلاجة، ما تخلوهوش بره. تعالوا بقى نعمل بودرة الهيت شوكليت يا بنات، تحفة. هوت شوكليت والله زي اللي بنشتريه. احنا بنشتريه الكيس بيعمل كوباية واحدة ب10 جنيه. احنا بقى هنعمل كل الكمية اللي هتشوفوها دي، وهتكلفكم يعني كل الحاجات من البيت. انا استخدمت ربع كوباية من الكريم شانتيه بالكاكاو، علشان لو استخدمنا اللي هو الابيض ما بيديش احسن حاجه وبيفتح اللون. فانا هستخدم بالكاكاو، ودي حاجه حصريه محدش عملها. هضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو دريم الخام، وده مش اعلان والله، بس منتجاتهم حقيقي طعمها حلو. هضيف كمان ربع كوبايه من الحليب البودره. واستخدمي كمان النشا علشان الفانيليا علشان تظهر الطعم. وكمان استخدمي وربع كوبايه من الحليب البودره برضو، علشان لو حبينا ان احنا نعمله بميه في وقت ما فيش عندنا حليب فممكن. فالحليب البودره بيخليه تحفه جدا. وطبعا نص كوبايه النشا مع الكاكاو بتدي سمك، بتدي يعني ايه، تخلي الخليط كده وانت بتنزليه ليه يعني ما يكونش مي. لو عايزه تحكمي ان هو يبقى ليه سمك شويه، لما بنيجي نشربه من بره بيكون ليه سمك شويه. فطبعا نص كوبايه النشا بتخلي السمك بتاعه مظبوط جدا جدا. طبعا انا كاتبه لكم كل المقادير على الشاشه، وان شاء الله اكتبها لكم في صندوق الوصف. ممكن تحطي معاه شوكولاته مبشوره، اي نوع انت بتحبيه، مفيش اي مشكله خالص. لو عايزه تستغني عنها ولما تيجي تعملي المشروب اختياري برضو، لو عايزه تضيفي مثلا مكعب شوكولاته او حاجه براحتك برضو، دي كلها دي حاجه اختياريه. تعالوا بقى نعمل المشروب ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي معانا. عندي كوبايه من الميه وكوبايه من الحليب، وهضيف عليهم بودره السحلب بقى اللي احنا عملناها، لان احنا كده ايه بنعمل السحلب. هتضيفي 3 معالق كبيره من بودره السحلب، طبعا على حسب
السمك اللي انت عايزاه، انت بتحبيه مثلا زي ما انا هعمله كده معاكي، استخدمي 3 معالق كبار. بتحبيه اخف شويه، كل كوبايه ضيفي لها معلقه، يبقى انت عايزاه كده مشروب خفيف، مفيش اي مشكله خالص. هو كده كده السحلب من الحاجات اللي لما بتبرد او لما بتهدى شويه السمك بتاعها بيتقل او بتتخن شويه معانا كده، فمفيش مشكله خالص ان احنا لو خففناه على كده على ما يهدى شويه ونقدر ان احنا نستحمله ونشربه، هيكون تقل معانا شويه. هنعمل بقى مشروب الشوكولاته، عندنا كوبايه ميه وكوبايه حليب، ممكن نستخدم كله ميه وكله حليب، وبرده في السحلب مفيش اي مشكله خالص. هضيف عليهم هنا 4 معالق كبار من بودره الهوت شوكولات اللي احنا عملناها. بصوا يا بنات، حتى قوامها وطعمها بجد من احلى الانواع اللي انا استخدمتها في الكاكاو. والله يا بنات كاكاو دريم، هو هتلاقيه غالي شويه بس المعلقه منه حقيقي بمقدار يعني تمن من اللي هتشتريه من العطار، مكمكم وطعمه مش حلو، وهتلاقيه غالي برضو مش رخيص. تمام، انا هخليهم كلهم يغلوا مع بعض بالشكل ده. طبعا احنا حاطين احنا مش حاطين سكر في بودره الهوت شوكليت، مش حاطين سكر بودره، فانا هحط بقى سكر اما اجي استخدمه، عشان في ناس عندي بيحبوا الحاجات يعني من غير سكر. فانا هستخدم السكر اما اجي اعمل، بس على حسب بقى المذاق اللي انت عايزاه. وبرده السحلب ممكن حاطين برده حاجه بسيطه، ربع كوبايه. فانا عايزه اقول لكم برده مش تبقى مسكره قوي لما تيجي تستخدموها، ممكن تحطوا سكر وممكن زي ما انتوا عايزين. بصوا القوام بتاعها، بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، مظبوط جدا جدا. بعد ما بتبداي ان انت تصبي الحاجات وتخليها بس تهدى 5 دقايق كده، ترجعي تحطي المكسرات على وشها، ما بتنزلش بقى لتحت، بتكون عامله زي قشره كده من فوق، فبيبقى شكلها حلو. حتى في التقديم تقدمي كده كوبايه لضيوفك، عايزه اقول لكم شكلها حلو جدا. وبرده مشروب الشوكولاته تحطي عليه بشر شوكولاته خفيف كده، لو حتى لو مش هتستخدمي جواه شوكولاته وحطيتي بشر الشوكولاته من فوق مفيش مشكله. في ناس ولادي بيحبوه يحطوا عليه مارشميلو وهو سخن، فالمارشميلو بيسيح، مفيش مشكله خالص زي ما انتوا عايزين. بالنسبه بقى للحفظ يا بنات، احفظوه في التلاجة علشان حتى لو قعد معاكي فتره طعمه ما يغيرش، لان جوز الهند والكاكاو والحاجات دي كلها لما بتقعد كتير بره التلاجة طعمها ممكن يغير. يا رب تكون عجبتكم الوصفه دي، وتعالوا بقى نعمل الوصفه اللي محدش شافها خالص بس هتعجبكم جدا. حطي هنا كده الميه و4 معالق كبيره من السكر، علشان يبقى ريقها مسكر. ممكن تستخدمي معلقتين مفيش مشكله. هضيف عليهم معلقه كبيره من الخميره، وهضيف عندي 2 بيضه، هشيل منهم واحده صفار للوش. وبعد كده حطي عليها بس معلقتين حليب علشان الوش بتاعها ما ينشفش، وضيفي عليهم فانيليا علشان احنا حاطين بيض، ودي وصفه مسكره نحط فانيليا. احط عليهم بقى مبدئيا كده 5 اكواب من الدقيق، ورشه ملح او نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. بعد كده هبدا اضيف كوبايه دقيق تانية، يبقى انا استخدمت كده 6 اكواب. بشوف القوام بتاع العجينه وبشوف ملمسها عامل ازاي، ضفت كمان كوبايه يبقى انا استخدمت 7 اكواب. يبقى انا كده استخدمت الدقيق كله علشان الناس اللي هي، او الكيلو كله علشان الناس اللي هي ما بتحبش يعني ما بتبقاش عارفه دقيق قد ايه وعندها سايب، استخدمت كيلو دقيق يعني 7 اكواب بمقدار الكوبايه اللي هي 250 مللي. هخلي العجين دقيق يختفي معايا، هبدا العجينه بقت متماسكه وحلوه. هبدا ان انا هحط عندي الزبده، وهبدا ان انا هعجنها كويس جدا. بصوا يا بنات، العجينه بتبقى فيها تلزيقه خفيفه بس طبعا نعمت جدا جدا، والزبده بتضيف لها اضافه حلوه جدا وبتخليها طعمها حلو. اي مخبوزات تحطوا فيها زبده تضيفوا لها بتضيف نكهه حلوه جدا جدا وطعم يجنن. بالنسبه للناس اللي سالت بستخدم نوع زبده ايه، انا بستخدم زبده فرنانيه النباتي دي، بس والله طعمها حلو وحقيقي جميله جدا جدا، وسعرها طبعا على قد الايد، واللي عايز يستخدم نيوزيلندي يستخدم. هضيف عليها مسحه زيت بسيطه، وبعد كده هبدا ان انا اخليها بقى لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. العجينه مرنه يا بنات، مش ناشفه. بعد ما تختمر بالشكل ده هبدا ان انا هلفها رول. يعني الرول بتاعها بيتلف بمنتهى السهوله، لان هي مرنه جدا في الشغل، وشغلها يعني طريه، مريحه في عجاين كده، تحس ان هي مريحه في العجن، مش ماسكه مش ناشفه كده. قطعيها بقى، قطعتهم 20 قطعه. وبعد كده هجيب عندي تمر، هنا التمر ده عجوة يعني، طري وحلو، مش محتاجة ان انا احط عليه زبدة ولا اي حاجة. ولو ناشف معاكي حطيه في الميكروويف وخليه، او في الفرن يعني دقيقة كده لحد ما يبدأ ان هو يطرى معاكي. ممكن تضطريه بمعلقه زبده لو ناشف معاكي، او سمنه او زيت. وممكن تضيفي له رشه قرفه، تضيفي له رشه حبهان اللي هو الهيل، او بهارات معمول، تنكهيه بالحاجات اللي انت عايزاها. المهم انا هاخد بقى قطعه، طبعا قطعت العجوه نفس عدد القطع بتاعه العجينه، يعني 20 قطعه. تمام، هبدا ان انا، بصوا تعالوا اشرح لكم الجايه علشان ما لحقتش اشرح في الحته دي. بصوا انا هاخد قطعه من العجينه، هفردها بمنتهى السهوله
الأول العجوة هافردها بمنتهى السهولة كده علشان تسهل عليا أما أجي أفردهم الاتنين يتفردوا مع بعض، ما تبقاش العجوة في حتة واحدة والعجينة في حتة واحدة. تمام. هبدأ إن أنا هافرد العجينة حتة صغيرة، وبعد كده بمنتهى السهولة بافردهم بشكل طولي بالشكل ده. بصوا بتتفرد بمنتهى السهولة، وما تخليش العجينة تكون رقيقة قوي، يعني خلي فيها سمك كده شوية علشان طبعا تطلع طرية معانا. هلفها رول بعد ما قلبتها الناحية التانية، بلفها رول. العجينة الصينية عندي مدهونة دهنة زيت خفيفة. هحط الرولات بتاعتي بالشكل ده، هخليها تخمر لمدة نص ساعة. وبعد كده هبدأ ان انا هجيب الصفار البيض اللي كنا شايلينه على جنب. طبعا انا كنت حاطه عليه معلقتين من الحليب علشان ما ينشفش معايا، وهضيفي بقى عليه ايه رشة فانيليا بسيطة كده علشان ما يبقاش فيه اي زفارة. وابدأي ان انت تدهني بيها الرولات بتاعتنا بالشكل ده، تديها لون حلو جدا جدا في الاخر. عايزة تضيفي عليها رشة سمسم براحتك، تزيين وقيمة غذائية. مش عايزة، مفيش أي مشكلة خالص. الرولات دي طعمها حلو جدا جدا يا بنات، حقيقي وطرية وحلوة، مش ناشفة وطعمها حلو قوي. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 190 في الرف الوسطاني من 20 ل 25 دقيقة. طبعا ما اقعدش اكتر من كده علشان العجوة ما تنشفش معايا. اول ما تخرج من الفرن هبقى اغطيها عشان ترد من حرارة الفرن. وبعد كده نبدأ إن إحنا ممكن بقى بعد ما تبرد تمامًا عايزة تشيليها في الفريزر، طلّعيها وقت الاستخدام، ما فيش أي مشكلة، لإن دي مخبوزات طرية مش زي المنين بيكون نواعم. طبعًا ما فيهوش كمية دهون كتير علشان يبقى نواعم، ده هو فيه يا دوب الزبدة بس اللي حطيناها جوّه العجينة علشان تطعّم العجينة وتدّيها نعومة وطراوة زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت الوصفة دي حلوة جدًا، جدًا. أنا لمّا نزّلتها لوحدها ما اتشافتش، بس عايزة أقول لكم والله لو جربتوها خطيرة وبتدفي جدًا، جدًا في الشتا، وينفع تتحط في الlunch box ومع كوباية شاي أو كوباية قهوة سادة. عايزة أقول لكم خطيرة وطعمها يجنن. تعالوا بقى نعمل وصفة للعشا من غير لحوم، منقذة والله يا بنات، وتنفع كمان للغدا جدًا، طعمها خطير واقتصادية. بُصّوا جيبوا بطاطستين كبار، يكونوا كبار كده وحلوين، قطعوهم شرايح، اسلقوهم لحد ما ينشفوا من المَيّة. أنا مش عايزة جواها مَيّة، عايزاها تبقى ناشفة بالشكل ده. ابدئي إن أنتِ اهرسيهم وهُم سخنين علشان يتهرسوا معاكم بمنتهى السهولة. خلّيهم على جنب وجيبي بقى عندِك بيض، يعني كمية البيض اللي أنتِ عايزاه، يعني مش لازم 3، يعني ممكن 2 بيضة، ما فيش مشكلة خالص، يعني اللي متوفّر عندِك. أنا عندي هنا 3 بيضات، هاتبّل عليهم، أحُط عليهم ملح، فلفل أسود رشّة طبعًا، وكزبرة عشان أحُط فص توم مهروس أو مبشور. التوم مع الكزبرة مع الحاجات دي بتدّي نكهة حلوة أوي. حطيت كمان بهارات الشرق الأقصى اللي هي بهارات البطاطس، بتدّي الوصفة دي يعني مش عايزة أقول لكم طعمه قد إيه. وهابدأ إن أنا هانزل عليهم بالبطاطس وهاقلّبهم كده لحد ما يختلطوا البيض بالبطاطس بكل حاجة. بُصّوا بقى، يعني أنا هاقول لكم، أنا هابقى أنزّل لكم الطريقة اللي أنا هاقولها لكم، بس هاقولها لكم من باب العلم بالشيء. ممكن تحطّي عليهم شوية كزبرة ناشفة أو بقدونس، وتبتدي إن أنتِ يعني إيه، تعمليهم قراص في الطاسة كده، يطلعوا معاكِ عاملين زي إيه، زي راس العِجّة كده صغيّرة، زي ما أنتِ عايزة. وممكن تعملي الفكرة اللي أنا هاقولها لِك، يعني أنا ممكن ما كنتش هاقول الفكرة الأولانية وقُلت إيه، يعني أنزّلها لكم في فيديو، عادي ممكن أنزّلها لكم في فيديو لو حابين. بس أنا هاقول لكم يعني للي عايز، اللي مش حابب يحطّها في عيش ويحط عليها شوية جبنة موتزاريلا ويعملها زي الحواوشي، يبدأ إن هو يحط شوية كزبرة أو خضرة شبت بقدونس وكده، ويقلّبهم مع بعض كويس جدًا، ويتبّلهم أي توابل متوفّرة عنده، ويبدأ إن هو يعملها قراص في الطاسة في زيت قليل. عارفين البيض مع البطاطس والله العظيم يا بنات بتبقى تحفة جدًا. ممكن كمان تهرسي البطاطس كويس أوي وتخلّيها عاملة زي العجينة كده في إيدِك، وتبدئي إن أنتِ تحطّي لها برضه بيضة ومعلقتين من الدقيق، وتقدري كمان إن أنتِ تعمليها زي كِوَر كده وتحشيها بالجبنة الموتزاريلا وتحمّريها. دي فكرة برضه حلوة جدًا، جدًا. وممكن تدحرجيها في الكريسبي بتاع كنتاكي، هتطلع معاكِ حاجة 13 خالص يعني. عايزة أقول لكم يا بنات طعمه حلو أوي الحواوشي الكدّاب ده. طعمه حلو أوي والله، والولاد انبسطوا أوي لمّا عملته لهم، وكان يعني سريع ومنقذ وفي نفس الوقت اقتصادي. أنا ما كانش عندي حاجة للعشا، حتى العيش كان بايت وكان متقطّع مني. فأنا عايزة أقول لكم خطيرة، لو جربتوها تعجبكم جدًا. أنا كده خلّصت ال3 وصفات بتوعي، يا رب يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا ولو حتى بمعلومة بسيطة. ما تنسوش تصلّوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين، وتعالوا بقى نشوف الحواوشي بتاعنا ده لمّا نفتحه من جوّه هيطلع شكله عامل إزاي. بُصّوا بقى خطير، خطير، خطير. ما تبخلوش عليّا باللايك يا بنات، يعني اللايك منكم وكلمة، والتعليقات الجميلة بجد بتفرّح قلبي. ربنا يجبر قلوبكم كلّكم. وهاسيب لكم كده شوية صور في الآخر لبعض الوصفات بتاعة الفيديو اللي فات، يا رب اللي ما شافهمش يشوفهم وتعجبه، لإن فيها أفكار حلوة جدًا، جدًا. الفيديو اللي فات عملنا حواوشي برضه، ضاعفنا الكمية بحاجات حلوة أوي، وعملنا كمية كبيرة ب4 كيلو لحمة مفرومة، وعملت كيك تحفة برضه للشتا.
وهتلاقي وصفات كتير إن شاء الله الفيديو اللي فات هتعجبكم، وشايفين بقى الحواوشي طعمه عامل إزاي؟ يجنن. جربوا بقى الوصفة بتاعة النهارده دي بقى بالذات، الوصفة دي الأخيرة دي أنا متحمسة إن كلكم تجربوها عشان هتعجبكم أوي. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.